لا ينكر أحد عاقل أن مبلغ الذكاء قد وصل عند ألبرت أينشتاين العالم الألماني الأصل، فمن سمي بأبي النسبية كان له الفضل في تفسير العديد من الظواهر العلمية التي فشلت الفيزياء الكلاسيكية في إثباتها. حصل ألبرت أينشتاين على جائزة نوبل سنة 1921 عن ورقة بحثية حول التأثير الكهروضوئي، ولكن هل كان يستحق جائزة نوبل فعلا؟ أو على الأقل هل كان جديرا بها لوحده؟ أم كانت هناك من تستحق أن تتقاسم معه المكانة العلمية لحامل جائزة مخترع الديناميت؟ كان أينشتاين منذ صغره ذو مغامرات نسائية متعددة رغم أن شكله لا يوحي بذلك، ولكنه في سنة 1896 أغرم بالشابة الذكية ميلفا ماريك زميلته في جامعة زيورخ للعلوم التطبيقية، والمرأة الوحيدة بين 6 طلاب ذكور. ولدت ميلفا لعائلة صربية غنية، فوالدها كان موظفا في المحكمة، وقد لاحظ ذكاء ابنته المبكر فأدخلها مدارس للذكور ليحرص على تلقيها لأفضل المحاضرات في الفيزياء والرياضيات، حيث كانت تبرع في المادتين. هامت ميلفا بحب أينشتاين بعد لقائه مباشرة، وأصبحا حبيبين رغم رفض عائلتيهما لهذا الارتباط، وبقيا معا في زيورخ بعد أن حاول والدها ثنيها وإقناعها بدراسة الطب، إلا أنها عادت بعد فصل واحد لدراسة الفيزياء في جامعة زيورخ. في عام 1901 اضطرت ميلفا للتوقف عن الدراسة والهرب بعيدا عند أقاربها حتى تكمل شهور الحمل الغير متوقع، وعادت بعد أن أعطت ابنتها للتبني. ويقال أن الرضيعة المدعوة ليسرول قد توفيت بعد عام من ولادتها. كان أينشتاين هو أبو الطفل الميت أو المتبنات، وكان لميلفا طموح في أن تحصل على الدكتوراه، إلا أنها فشلت في امتحان الدبلوم الشفوي لمرتين متتاليتين بسبب تحيز أستاذها الذي كان يعتبر النساء غير قادرات على دراسة الرياضيات والفيزياء، وأن مكانهن الطبيعي هو المنزل. ولكن كان لميلفا دراسات شاملة في حساب التفاضل والتكامل والهندسة الوصفية والميكانيكا والفيزياء النظرية والفيزياء التطبيقية وعلوم الفلك. بعد ذلك وفي سنة 1903 تزوج أينشتاين وماريك في بيرن بسويسرا، بعد أن حصل أينشتاين على وظيفة مكتبية في مكتب الملكية الفكرية، وكان ألبرت يشتغل 8 ساعات. أما ماريك فقد تخلت عن طموحاتها وأصبحت ربة بيت، ولكن رسائل بينها وبين ألبرت تبين أنهما كانا يقضيان ساعات الليل في الدراسة والبحث معا. ولد ابنهما هانز ألبرت سنة 1904 بعد سنة واحدة من الزواج. أما إدوارد فقد ولد عام 1911، وانتقلت العائلة بأكملها إلى براغ، حيث حصل أينشتاين على وظيفة تدريس في جامعة تشارلز. تدهورت حياة ماريك بعد ذلك، ففي سنة 1912 التقى ألبرت أينشتاين بابنة عمه إلسا، وأصبح يتودد لها بشكل واضح، كما أن ماريك كانت على علم بمغامرات أينشتاين النسائية قبل ذلك، فجاءت إلسا كالقشة التي قسمت ظهر البعير، فقررت ميلفا الانسحاب وحفظ ماء الوجه، فتطلقت ماريك من أينشتاين سنة 1919، وتزوج هو مباشرة في نفس السنة بابنة عمه التي كانت لها ابنتان من زيجة سابقة.
كانت ماريك مشاركة في أبحاث أينشتاين، إلا أنه لحد الساعة لا يوجد دليل كافي عن مقدار هذه المشاركة. ففي شهادة للفيزيائي الروسي غوف أبرام، فقد كتب اسمي أينشتاين مارتي في أوراق بحثية تسمى أوراق السنة الاستثنائية سنة 1905، والتي تعتبر نواة بحوث أينشتاين عن النسبية. ومارتي كما نعلم هو الاسم المختصر لماريك. كما أن أينشتاين بنفسه قد أرسل إلى جون ستاشل بخطابات عن أبحاثه كتب فيها نظريتنا وعملنا، دليلا على مساعدة أو مشاركة أحد ما له في تلك الأبحاث. وحتى خطاباته لماريك كانت دائما عبارة عن صيغة الجمع لكلمة عملنا وأبحاثنا. بعد طلاقهما اتفق أينشتاين وماريك على أن يأخذ أينشتاين التقدير العلمي لجائزة نوبل، وأن تأخذ ماريك الجائزة النقدية. فهل كان أينشتاين سخيا فقط، أم أنه كان يعترف بطريقة غير مباشرة بفضل ماريك له؟ أنكرت ميلفا ماريك أنه كانت لها أي علاقة بأبحاث أينشتاين عن النسبية، ولكن صديقة مقربة لها تدعي العكس. فقد كانت ماريك تكتب في خطاباتها لهذه الصديقة أنها أنهت هي وأينشتاين بعض العمل المهم الذي سيجعل أينشتاين رجلا مشهورا. كما أن ابنهما هانز ألبرت قد أشار إلى أن رغم تخلي أمه التام عن أي طموح علمي، فلطالما رآها هي ووالده يتناقشان حول العمل والفيزياء في المساءات التي كان أينشتاين يعود فيها إلى المنزل. وتظل ميلفا ماريك امرأة استثنائية، فلقد كان الكل يشهد بذكائها الذي في بعض الأحيان قد فاق ذكاء أينشتاين نفسه. ولكن لربما كانت ظروفها أقوى من أن تتمكن من تتبع شغفها وطموحها، أو أن شغفها الوحيد كان ولديها وأسرتها. ماتت ميلفا ماريك سنة 1948 وهي مفلسة، فقد باعت المباني التي اشترتها بمال جائزة نوبل بعد أن شخص ابنها إدوارد باضطراب الفصام، واضطرت إلى تحمل نفقات العلاج الباهظة لوحدها. فما رأيكم أعزائي المشاهدين؟ هل تظنون فعلا أن ميلفا ماريك قد شاركت أينشتاين بحوثه ودراساته عن النسبية، أم أن هذه مجرد شائعات؟ اكتبوا لي تعليقاتكم وآراءكم تحت في الفيديو. إلى اللقاء في فيديو قادم.